هاي، عاملين ايه في قناة ميار شو؟ النهاردة هعمل معاكم وصفة البيتزا. هنا جبت كيلو دقيق، حطيت رشة ملح ورشة سكر. على كيلو دقيق بحط كيس خميرة ومعلقة كبيرة بيكنج باودر اهو زي ما انتوا شايفين كده. بقلب كل المكونات الجافة مع بعض وانزل عليهم بالمية. طبعا المية حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه لحد ما العجينة تلم معاكي. هنا زي ما العجينة لمت كده لحد ما الاقيها ما بتلزقش معايا، بس انا عايزة نسبة تلزيق في العجينة ما تبقاش ناشفة قوي اهو، بس تكون ملمومة. وبعد كده بروح رشه الزيت، بلمها بالزيت في الاخر اهو. بحط بقى ايه الزيت واسيبها تختمر. هنا بقى معاكم بعد ما اختمرت اهو، شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى بلم العجينه اهو، بطلع كل الهواء اللي فيها وبلمها معاكم. وبعد كده هقطعها على الصينيه بقى، افرد واحط ايه، اعمل على قد الصينيه اللي هعملها اهو. اهو زي ما انتوا شايفين، ده انا البيتزا دي قلبي والله العظيم، بحس ان انا ببقى مستمتعه جدا وانا بعملها. هنا بقى الصلصه دي انا مسبكاها على النار بتوم، وبسيبها تتسبك وبعد كده بشيلها من على النار. بحط لها طبعا كل التوابل. هنا بقى اهو بحط ايه في الصينيه وبرش. هنا بقى طبعا الحشوه دي اختياري، اللي انت حابه تحطيه حطيه. انا هنا كان عندي شويه جبن كده في التلاجة، وكان عندي حشوه كده عملتها بالبصل وكده. وهنا بقى بعد ما استوت كانت تحفه بجد، خطيره بجد. الطريقه دي جربوها وان شاء الله تعجبكم، لان انا جربت انواع كتير جدا وجربت طرق كتير جدا بقى، اللي بيقول لبن